أولا، ما يجري في تركيا ليس انقلابا عسكريا على الإطلاق، هي ثورة من داخل القوات المسلحة التركية. إذن ما يجري في تركيا ثورة قام بها الجيش التركي، والجيش التركي عندما يقوم بهذه الثورة دائما ينتصر، دائما في ثورات الجيش التركي يحقق الانتصار. فما يجري في تركيا ليس انقلابا عسكريا. أردوغان بيقول على انقلاب، لا هو مش انقلاب. الجيش التركي رأى أن الوضع في تركيا وضع صعب، المواطن التركي يئن، الجيش التركي يئن، القضاء التركي أصبح مسيسا، تحولت الدولة العلمانية إلى دولة دينية إخوانية، وبالتالي كان على الجيش التركي أن يعيد ويصحح المسار. إذن الكلام الحقيقي هو تصحيح مسار الدولة التركية كما أسسها الراحل مصطفى كمال أتاتورك، تعود كما كانت دولة لها علاقات طيبة مع كل بلدان العالم، علاقات طيبة مع الجميع، ليس هناك سطوة لتنظيمات وعصابات، دولة كانت تأوي الإرهابيين وتمول الإرهاب، وبالتالي تعود تركيا بلا أردوغان. وعايز أقول لحضراتكم عشان تبقوا عارفين بقى، عدم وجود أردوغان في السلطة هو استقرار للعالم أولا، ولأوروبا ثانيا، ولأمريكا ثالثا، ثم الشرق الأوسط. سؤالي واضح. هل ينجح الجيش التركي في الاستمرار أم أنه ستكون هناك يعني قوة مناهضة لما تم منذ قليل في تركيا؟ أعتقد في ضوء التطورات التي يشهدها الواقع التركي الآن من خلال سيطرة الجيش ورفض قوات الأمن حتى الآن التسليم بالواقع الجديد، أننا بتنا أمام ما يشبه الحرب الأهلية في تركيا خلال الساعات القليلة القادمة. الطائرات منذ قليل قصفت تجمعات أمنية حول رئاسة الأركان التركية، وأيضا هناك أردوغان يحتمي بموقعه في مكان أمين، وقرر أن يلقي خطاب بعد قليل، بينما الجيش التركي سيطرة كاملة على شؤون البلاد وفقا للبيانات الصادرة من هناك.